وسط البلد يوم السبت الصبح ليها ريحة تانية خالص. الشوارع بتبقى لسه بتفوق من سهر الجمعة، والمحلات مقفولة، والهدوء بيسود المكان. لكن في حتة معينة قدام سينما ديانا العريقة في شارع الألفي الدنيا بتبقى صاحية من النجمة. لو انت ماشي بالصدفة هتحس انك خبطت في بوابة زمنية وطلعتك في زمن الأربعينات أو الخمسينات. سوق ديانا ده مش مجرد سوق روبابيكيا، ده الهارودز بتاع الغلابة والبهوات في نفس الوقت. هنا مفيش تفرقة، الفنان ماشي جنب التاجر، والشاب اللي لابس مودرن جنب الراجل العجوز اللي بيدور على حتة من ريحة طفولته. الفايبس هنا عبارة عن نوستالجية صافية، ميكس بين هدوء الصبح وزحمة الذكريات اللي مرصوصة على الأرض بعناية. الهوا هناك تقيل بالقصص بس خفيف على القلب. هتحس انك في فيلم ابيض واسود بس متلون. ريحة الشاي بالنعناع اللي طالعة من القهاوي بتختلط بريحة الكتب الصفراء والمعدن القديم. الميكس ده بيعمل حالة من الروقان بتفصلك عن دوشة العالم بره. تعالوا نتمشى شوية. أول ما بتبدأ تدخل في عمق السوق عينك هتروح على الفرشات. مفيش باترينات إزاز، الحاجة هنا بتلمسها بإيديك. أول منطقة هي جمهورية العملات والطوابع. هتلاقي ناس قاعدة بمكبرات زي بتوع الساعات، وقدامهم ألبومات مليانة ببرايز وشلينات وملاليم من أيام الملكية. الفضة هنا ليها رنة تانية، وتاجر بيحكي لك عن قرش فاروق وريال فؤاد كأنه بيحكي عن أسراره الشخصية. جنبهم عالم الطوابع الملونة، طوابع عليها صور الأهرامات من 100 سنة، وطوابع لزعماء ودول ما بقتش موجودة على الخريطة بس لسه ريحة الصمغ القديم فيها. لو مشيت شوية كمان هتدخل في منطقة العيون القديمة، جنة المصورين، كاميرات زينت الروسية التقيلة والياشكا اليابانية. تسمع صوت الستارة وهي بتفتح وتقفل، صوت يخلي قلبك يدق لو ليك في التصوير الانالوج. ساعات اوميجا وسايكو بتتملي بالزنبلك، تكتيكتها وهي على ودنك تحسسك ان الوقت لسه فيه بركة وما بيجريش. سيبك بقى من التكنولوجيا وادخل معايا في ركن البيت المصري الأصيل. هنا هتلاقي تليفونات المنافلة والجرامافونات الكبيرة، هتلاقي فازات كريستال بوهيمي وشمعدانات نحاس لو اتلمعت ترجع تنور بيتكم. أكتر حاجة بتشدك هنا هي العلب الصاج، علب بسكوت وشوكولاتة من سنة جدي، وعلب سجايم اللي كانت بتتباع في مصر زمان. الناس بتشتري الحاجات دي عشان تكسر برودة بيوتها المودرن بحتة دفى من الماضي. هتلاقي كمان صور فوتوغرافية لناس ما تعرفهمش، صور أفراح من الأربعينات، ضباط بالبدلة الرسمية، صور عائلية في الجنينة. بتحس بفضول غريب وانت بتبص في وشوشهم، يا ترى كانوا عايشين ازاي وايه اللي جاب صورهم هنا. السوق ده مش بيبيع انتيكات، ده بيبيع أعمار ناس تانية. حتى مفاتيح الأبواب القديمة الضخمة والمصدية تخليك تسأل نفسك يا ترى الباب ده كان بيدخل على ايه. اما بقى لو بصيت على الناس فده متحف بشري لوحده. اول نوع هو الصياد، ده اللي بيجي من الفجر ماسك كشاف صغير وبيدور على اللقطة او العملة اللي فيها غلطة مطبعية تخلي سعرها في السماء. وتاني نوع هو الفنان الهيمان، والنوع الاهم هو العجوز الحنين، راجل أنيق جدا، قميصه مكوي وبنطلونه قماش، يقعد يحكي للتاجر على الراديو كان عنده زيه في بيت والده في الزمالك. هو مش جاي يشتري، هو جاي يطمن ان لسه في حاجات من زمنه لسه عايشة. الفايبس بتكملها اللغة السرية للمكان، يقول لك الحتة دي مسطرة، دي مكنة خضرة، دي لقطة. التجار هنا ما بينهم عشرة. يوم السبت ده هو عيدهم، بياكلوا طعمية سخنة على الرصيف ويضحكوا مع بعض على الزبون اللي فاصل في حتة تمنها ألافات وعايز ياخدها بجنيهات. الفصال في ديانة مش خناقة، ده فن تفاوض. التاجر هنا عارف قيمة حاجته بس بيحب اللي يقدرها. انا بينهم بالايش باور 4 فرشات. انا معاك بس فاهم عندي فرشه كبيره. انت لابس ايه؟ عايز الامريكان بتاعك.
كهرمان؟ بصنعه انا مصري، يعني شغل مصري بعمله انا. الله ينور ما شاء الله. ربنا يخليك كده. وده فيروز. فيروز. وده لابس. وده ملكايت الاخضر ده. ملكايت؟ ده فيروز برضه صح؟ وده فيروز حضرتك. طب ده اسعار ايه بقى؟ كل حاجه ليها سعر حضرتك. حضرتك اللي بتصنع الكلام ده مش كده؟ بعمل الشغل ده بصنعه، معايا ورشه بصنع الشغل بتاع ايد الكهرمان ده والفيروز والملكايت، وبعمل عص كهرمان. كلها احجار طبيعيه؟ ده تقليد الاحجار الطبيعيه. تقليد الاحجار الطبيعيه حضرتك بالايبوكسي، بماده الايبوكسي. ماده الايبوكسي اللي هي بتبقى سائل كده بتبقى وبتصب سايله في وبنضيف قوالب. عليها الماده بتاعتنا بتاعت تراب الكهرمان. بس ما شاء الله يعني هي قريبه جدا من القوالب. ما هو في ناس بتقول عليه كهرمان طبيعي. ولو اتحط في الضوء بتنور صح؟ نعم. لا الضوء معايا اللي هو نور الصباح ده كهرمان حلو خالص ده. بتاع زي الميداليه دي حضرتك. طب تقول لنا سعر كام حاجه كده؟ أي حاجة حضرتك؟ اي حاجه يعني مثلا حاجه تبدا بكام مثلا؟ في حاجات صغيرة 150 150 450 350. ده بكام ده؟ ده 350. 350. في فيروز منه اهو يا حاج برضه اهو. ده فيروز مربوط طبيعي. فيروز معقول. دي فيروز طبيعي. معقول طبيعي. دي نادرة يعني. دي بكام؟ دي 200. ده حضرتك 2 جرام على فكرة. دي 10 معقول. واحد حاجات ريموت تعال.
على المغرب كده السحر بيبدأ يتسحب واحدة واحدة. التجار بيلموا بضاعتهم في كراتين، والزباين بيمشوا وهم شايلين كنوزهم في أكياس بلاستيك. سوق ديانة مش مجرد سوق، ده رئة بيتنفس منها كل واحد زهق من التكنولوجيا ومن البلاستيك اللي مالي حياتنا. سوق ديانة مكان بيفكرنا إن الحاجة زمان كانت بتتعمل علشان تعيش مش عشان تترمي. في الآخر ديانة بتقول لنا إن القيمة مش في السعر، القيمة في الحكاية. لما تمشي من هناك وانت شايل في ايدك تمثال صغير أو كتاب قديم، بتحس إنك شايل حتة من روح القاهرة معاك. لو عايز تخرج بره مود حياتك السريع وتجرب تمشي في ممر ذكريات طويل، روح يوم السبت وسط البلد، شم ريحة الورق، المس النحاس، وشوف هتلاقي ايه بين الفرشات. يمكن تلاقي حتة منك كنت ناسيها من زمان. لحد السبت الجاي، سلام. قلنا كام ده؟ 2000 ما شاء الله. السبرتاية دي؟ السبرتاية دي عاملة 700. والقديمة دي؟ بص معاها القمع بتاعها كمان. حاجات ما تعرفش، بص اي حد يقدر. طقم الصواني ده؟ عربي بكام الطقم؟ 2.5. دلة وكام فنجان ده؟ 6 كاسات. 6 مثلا. ما شاء الله. السبرتاية دي والطقم؟ السبرتاية شغل قديم. كام؟ دي عاملة 450. 450. طيب احنا عايزين الطقم ولا بيدوها لوحده وكل حاجة لوحده؟ 1200. 1200؟ ده عامل 1800 على بعض. لكن ممكن كل حاجة تبقى لوحدها. الشوط كده لسه حرب عادي.